تبدأ القصة حيث نرى الفتاة تتعرض لهجوم من قبل شخص يحمل سكينا. تتساءل عن سبب قيامه بذلك وتصفعه على وجهه لتزيل قناعه، وتكتشف أنه شخص مختلف. يسحب الرجل سكينا ويقطع فستانها، فتدرك أنه ساحر. ولكن فجأة يمسكه زان قائلا إنه كان يحاول النوم، ولكنه سمع صراخ الناس في فنائه. يدرك الرجل أنه أيضا ساحر وأن هذه أرضه، فيترك السكين ويعرض مشاركة أبحاثه مع زان. لكن زان لا يهتم، فيفجر رأسه، مما يتسبب في تطاير الدم على الفتاة التي تفقد الوعي من الصدمة. يدرك زان أنه أفسد الأمر، معتقدا أنها ستتعرض لصدمة عندما تستيقظ. لذا يقرر استخدام سحره العكسي لإعادة كل شيء إلى حالته الأصلية. ولكن نظرا لأن الدم اختفى، ستعتقد الفتاة أنه كان مجرد حلم. يلاحظ زان قلادتها ويدرك أنها تابعة للكنيسة التي هي أعداء السحرة، فيظن أنها ستلومه على الهجوم عندما تستيقظ. يقرر تركها على الطريق ويخلق دائرة نقل فوري. لكن شخصا ما يتدخل ويفكر أن ساحرا عاديا لا يمكنه فعل ذلك في أرضه. يظهر شخص ما ويدرك أنه باربادوس، فيطلب منه ألا يتدخل في دوائر الإلقاء الخاصة به. يتساءل باربادوس عما يحدث، فيشرح زان أنه يعاقب فقط متسللا في حديقته. لكن باربادوس يعتقد أنه منافق قائلا إنهم أيضا أشرار، لأن السحرة يحترمون فقط رغبتهم في القوة. يلاحظ باربادوس الفتاة الملقاة على الأرض ويدرك أنها تمتلك قدرا كبيرا من المانا، فيتساءل عما إذا كان زان سيضحي بها. لكنه يوضح أن السحر التضحيلي ليس أسلوبه ويقوم بنقل الفتاة، لكن باربادوس يعتقد أن ذلك مضيعة. يقرر زان العودة للنوم، موضحا أنه كان يقرأ طوال الليل. فيقترح باربادوس حل مشكلته بالأدرينالين في الدماغ، لكن زان لا يريد أن ينتهي به الأمر مثله. يذكر باربادوس أن هذا هو السحر الأساسي، وأن التحكم في الجسم هو الطريقة التي تمكنوا بها من إطالة حياتهم على الرغم من حد ألف عام. يغير الموضوع ويشرح أن لديه أخباراً مثيرة يكشف أن الشيطان الكبير ماريزا قد مات. علمنا أن لقب الشيطان الكبير يمنح كمية هائلة من المانا إلى جانب السلطة لقيادة السحرة الأدنى مرتبة. لذا يعتبر الشياطين الكبار قمة السحر، وكان ماريزا الأقدم بينهم لأنه كان قادراً على البقاء لأكثر من 1000 عام. يكشف باربادوس أنه سيكون هناك مزاد في منطقة ماريزا، وستوضع العناصر التي اكتسبها خلال حياته للبيع. لذا يعتقد باربادوس أن الأمر سيكون مثيراً. يتوجهون إلى المزاد، لكن زان يدرك أن باربادوس يريد اقتراض المال منه. لذا يفكر في شراء إرث الشيطان الكبير بمفرده. يعتقد باربادوس أن ذلك سيكون غير عادل، لأنه أخبر زان عن المزاد ويعرض تقديم الفتيات له مقابل مساعدته. لذا يصبح مهتماً، لكنه يعتقد أنهن سيسببن الكثير من المتاعب. يرى الحراس مضطربين، ويذكر باربادوس أن هناك مختطفين يستهدفون الفتيات الصغيرات لإجراء التجارب. يعتقد زان أنهم يحاولون استدعاء شيء ما، لكنه يدرك أن الأمر يبدو سخيفا. يتساءل باربادوس عما إذا كان زان أحد المشتبه بهم في عمليات الاختطاف، لكن زان يعتقد أن السحر التضحيلي ليس عمليا، وأن الأمور يجب أن تكون سيئة للغاية للوصول إلى تلك النقطة. يصلون إلى المزاد ويرون السحرة المشهورين في المنطقة الذين يحملون ألقابا مرموقة. يتساءل زان عما إذا كانوا أقوياء، ويؤكد باربادوس ذلك قائلا إنهم أيضا مرشحون لمنصب الشيطان الكبير الذي تركه ماريزا، والذي سيقرر من قبل الشياطين الكبار الآخرين. يلاحظ السحرة وجودهم ويكشفون أن الاثنين أيضا مرشحان، رغم أن زان شاب وليس لديه لقب بعد. يبدأ المضيف في عرض البضائع، ويتخيل زان أنها يمكن أن تستخدم كحافز. يزيل المضيف الرداء ليكشف عن قزم، وهو عرق أسطوري من الأرض البعيدة نوردون. يدهش زان بجمالها، ويشرح المضيف أنها نادرة للغاية لأن الأقزام لا يولدون عادة بشعر أبيض. يبدأ العرض عند 10,000، لكن زان فجأة يعرض 10 ملايين، مما يترك الجميع في حالة صدمة. يعتقد باربادوس أنه مجنون، ويتساءل عما يشعر به في صدره، معتقدا أنها جميلة. يذكر أنه وجد شيئا لم يكن يبحث عنه، لكن باربادوس يتساءل عن نوع السحر الذي يخطط لاستخدامها من أجله. يقترب زان منها، لكنه يتساءل عما يجب أن يقوله ويسأل عن الطوق. فيشرح المضيف أنه لتقييد معناها، لكن لا يمكن لأي منهم إزالته. يتساءل زان عما إذا كانت تحت تأثير تعويذة، لكن المضيف يشرح أنها ليست كذلك، لأن السحر العادي غير فعال ضدها. يريد زان سماع صوتها، لكنه ينتهي بقول إنه يريد سماع الصوت العذب الذي تصدره، فيبدو وكأنه مهووس. يأخذها زان إلى قلعته، لكنه لا يعرف ماذا يقول لها،
فيحاول تخيل السيناريوهات، لكن الأمر يبدو دائما خطأ. يدرك أن القلعة لا تبدو ملائمة لفتاة، معتقدا أنه كان يجب أن ينظفها قبل أن يحضرها. فجأة تبدأ في التحدث، ويعتقد أنها تبدو كملاك. تسأله كيف ستموت لأنها تريد الاستعداد لموتها، لكنه يشرح أنه لن يقتلها لأنه يحتاجها حية. وترى أدوات التعذيب، فتعتقد أنه سيجعلها تعاني. يصدم زان ويكشف أن الأدوات تعود للمالك السابق، لكنه لم يكلف نفسه عناء إزالتها. يقدم نفسه لها موضحا أنه ليس مهتما بتعذيبها، ويلوم نفسه لعدم معرفة كيفية التحدث معها. تكشف أنها تدعى نيليا، لكنها لا تملك اسم عائلة، وتطلب منه أن يناديها نيفي. يعتقد أن لديها اسما جميلا، ويسأل عما إذا كان من الطبيعي ألا يمتلك الأقزام اسم عائلة، لكنها تكشف أن السبب هو أنها كانت طفلة ملعونة. تقف فجأة وتخبره بعدم القلق لأنها حافظت على عذريتها، لذا فهي ما زالت قيمة للتجارب. يصبح زان متوترا، ويوضح أنه لا ينوي إجراء تجارب عليها. فتتساءل لماذا اشتراها، لكنه لا يستطيع شرح ما يشعر به، لذا يقول إنه ليس من شأنها. لكنه لا يفهم لماذا يتحدث بهذه الطريقة. لا يستطيع أن يقول إنه وقع في حبها وأنفق كل ثروته عليها، لأنه سيبدو وكأنه أحمق. يتذكر أن الساحر يجب أن يحافظ دائما على هدوءه، لذا يقترب منها ويذكر أنه سيوفر لها غرفة، ويطلب منها اختيار الغرفة التي تحبها. لكنها تفهم خطأ، وتعتقد أنه يطلب منها اختيار المكان الذي تريد أن تموت فيه، فيخبرها أنه لن يؤذيها. يتذكر أنها اختطفت وبيعت كعبدة، لذا من الطبيعي أن تفكر بهذه الطريقة. لا يعرف ماذا تعني بطفلة ملعونة، معتقدا أنها لا تملك منزلا لتعود إليه، لذا يدرك أنها مثله. علمنا أنه كان يعيش في القمامة، وكان عليه سرقة الطعام للبقاء على قيد الحياة، لأنه لم يكن لديه والدين يعتنيان به. يوضح أنه اشتراها لأنه يحتاجها، ويطلب منها عدم التحدث عن الموت. تبدو مرتبكة، فيشرح أنه تحتاج إلى العيش من أجله، وتوافق على ذلك. يبدأون في البحث عن غرفة، ويفكر زان أن مكانا بإطلالة جميلة سيكون جيدا لها. يسأل نيفي عما إذا كانت تخاف من المرتفعات، لكنها تخبره أن يشعر بالحرية في شنقها كما يشاء. فيوبخها للتفكير في التعذيب مرة أخرى. يصعدان الدرج وتكاد نيفي تنزلق، لكن زان يمسك بها ويطلب منها توخي الحذر، ويبدأ في الإمساك بيدها، لكنه يصبح محرجا. يصلان إلى غرفة، لكن هناك مقصلة داخلها. فيغلق الباب، لكنها تشرح أنه يمكنه قطع رأسها. يطلب منها التوقف عن ذلك، موضحا أنها فخ لحماية القلعة من الهجمات الجوية، لكنه يدرك أن تفسيره يبدو سخيفا. يستدعي تعويذة ويلقيها في الغرفة، مدمرا كل شيء بداخلها. لكن نيفي تذهل لأنها لم تشاهد مثل هذا السحر المدمر من قبل. يدخلان الغرفة، ويفكر زان أن نيفي لا يمكنها البقاء هناك، لكنها تذهب إلى الشرفة وتشاهد القمر، وتقول إنها تريد البقاء في تلك الغرفة لأنها أعدت من قبل سيدها، لذا يمنحها الإذن قائلا إنه يمكنها استخدامها كما تشاء. في اليوم التالي نرى أن زان لم يتمكن من النوم لأنه كان ينظر إلى نيفي. يعلم أن غرفتها لم تكن جيدة بما يكفي لتنام فيها، لذا سمح لها بالنوم في غرفته، لكن خياله شرد بعيدا بعد أن استيقظ. يحضر لها الإفطار وتحييه، لكنه يتجمد لأنه لا يعرف ماذا يقول، لذا يقدم لها الطعام معتقدا أنه فاشل. يتناولان الطعام معا، لكن نيفي تتساءل لماذا يأكل زان الطعام المخصص للعبيد. يتساءل عما إذا كان الطعام عاديا، وتعترف بأنه كذلك، لكنها تبدو أكثر قلقا من غضبها. يدرك أنه ليس من الطبيعي تناول هذا النوع من الطعام، لكنه ما اعتاد على تناوله، لذا لم يفكر في الأمر. يتساءل عما يأكله الناس العاديون، لذا تقرر نيفي الطهي له. يدهش زان ويتخيلها تطهو له، لذا يقرر الذهاب للتسوق. يستعدان لركوب العربة للذهاب إلى المدينة، لكن زان يتذكر أنه مفلس لأنه أنفق كل شيء في المزاد، لذا يقرر المشي، ويتساءل عما إذا كان يجب أن يسرق السائق، لكنه يخشى أن تظن نيفي بسوء. يفكر في بيع القلعة وفتح مطعم مع نيفي، لكن فجأة يرون السائق يتعرض للسرقة. يلاحظ أنها خائفة، مدركا أنها اختطفت أيضا، لذا يطلب منها مشاهدة الأمر وهو يهاجم اللصوص. فيتساءلون عن سبب وجود ساحر هناك. يهاجمونه، فيقرر زان إظهارهم لها بأنهم ليسوا تهديدا بمسك فأس الرجل بسهولة. يخبر اللص أنه لا ينبغي له مهاجمة ساحر باستخدام القوة الغاشمة، فيحطم سلاحه ويدفعه بعيدا. لكن يظهر ساحر مستأجر، ويجد الأمر غريبا أن زان يساعد الآخرين قائلا إنه وعد بمساعدة اللصوص، لذا يحتاج للتخلص من زان. يستخدم اللهب لإنشاء دائرة سحرية،
لكن زان يتحكم فيها مستخدما إياها لاستدعاء صاعقة تزيله تماما. يتحدى زان اللصوص الآخرين للقتال لكنهم يهربون، ونيفا تبدو خائفة فيعتقد أنه بالغ في الأمر. يوضح أن اللصوص غير مؤذيين لكنها تذكره بأنهم هاجموا عربة، ويبدأ الناس بالضحك وشكرهم على إنقاذهم. يقدم له سائق العربة المال لحماية عربته، ويدرك أنه يمكنه جني ثروة من مساعدة الآخرين، لكنه يتذكر أن السحرة لديهم سمعة سيئة وكان دائما يتعامل مع اللصوص لكنه لم يشكر على ذلك من قبل. لذا يدرك أن الناس يحبونه لأنه يسافر مع نيفي. يستمرون في الرحلة وتتساءل نيفي عن سبب مساعدته للناس، فيفكر في كيف كان ذلك غير مقصود، لأنه أراد فقط إظهار لها أنها لا تحتاج للخوف من اللصوص، لكنه يعتقد أنها فرصة لإثارة إعجابها. لذا يقول إن ذلك كان لوضع الأوساخ في مكانها، لكنه يتساءل لماذا يستمر في التحدث هراء. أخيرا يصلان إلى المدينة لشراء البقالة، لكن زان يقرر شراء أشياء لنيفاي أولا. يتساءل عما تحتاجه الفتاة ويتجهان إلى متجر الملابس، لكن الموظفة مانويلا ليست سعيدة برؤية ساحر في متجرها. يطلب منها العثور على شيء يمكن لنيفاي ارتداؤه، وتجدها جميلة لكنها تلاحظ الطوق الذي ترتديه. يدرك زان أن الطوق يجذب الانتباه. يجربون بعض الملابس لكن مانويلا تختار زيا جريئا، فيصدم زان وينتقدها. تشرح مانويلا أنها كانت تحاول فقط تلبية توقعاته، وتشعر نيفاي بالإحراج وتطلب منه ألا ينظر. يطلب زان من مانويلا البحث عن ملابس أخرى، فتريه زيا حريريا يشمل أحذية سحرية بخصائص علاجية. يسأل زان نيفاي عن رأيها في الملابس، فتقول إنها ستقبل بأي شيء، لكنه يحذرها من أن تكون حذرة، وإلا قد تظهر مانويلا زيا غريبا آخر. تخبره أنها تحب الزي. يغادران المتجر، وفي طريق الخروج تخبر مانويلا نيفاي أنها محظوظة لأنها تملك سيدا يهتم بها. يذهبون إلى المتجر التالي، ويبدو أن الموظف متردد لرؤية ساحر. يسأل زان إذا كان بإمكانه إزالة الطوق، فتتفاجأ نيفاي. يشرح زان أن الطوق يجعلها تبدو كملكية للشيطان الأكبر ماريزا، لكن الموظف يدرك أنه مسحور ولا يمكنه فعل أي شيء حياله. يوضح أن الطوق يحتوي على فخ يعتقد أن رأسها سينفصل إذا حاول إزالته، لذا يحتاج زان إلى المفتاح الأصلي. يتذكر أن لا أحد في المزاد كان لديه المفتاح، لذا يعتقد أنه لا يزال في قلعة ماريزا. يدفع زان للموظف، لكن الموظف يوضح أنه لا يمكنه قبول الدفع، لأن زان أنقذه مرة عندما تعرضت عربته للهجوم هو وابنته هربا من الخوف، فيعتذر زان لعدم تذكره. يغادرون المتجر، لكن زان يتساءل لماذا الجميع ودودون معه، معتقدا أن ذلك بسبب نيفاي. يلاحظ الموظف أن زان لا يبدو مخيفا كما كان من قبل. يواصلون التسوق لكنهم ينهون عند الغروب، فيقررون تناول الطعام في حانة. تتساءل نيفاي عما إذا كان زان يريد حقا إزالة الطوق عنها، قائلة إنها ستكون قادرة على الهرب منه بعد إزالته. يشعر بالقلق عند التفكير في ذلك، لكنه يشرح لها أنها لا يجب أن ترفع آمالها لأن إزالته ستكون صعبة. يلوم نفسه على كونه فظا مرة أخرى. يلاحظ أنها تكافح لتناول الطعام، وتشرح له أنها لم تستخدم الأدوات من قبل، فيدرك أخيرا لماذا شعر بالتواصل معها عندما رآها لأول مرة، معتقدا أنها مثله. تخطئ باستخدام الشوكة فتقرر استخدام الملعقة، وتتمكن أخيرا من تناول الطعام. يسألها عن رأيها في الطعام فتشيد بالطبق، ويقرر هو أيضا أن يأكل لكنه يكافح مع الشوكة. تحاول نيفاي إطعامه، لكن زان يشعر بالإحراج لأنها تستخدم الملعقة التي أكلت منها، ويحمر خجلا. تلاحظ أنه لا يعطيها أوامر عادة، فتطلب الإذن لخدمته بدون سؤال، فيسمح لها بذلك ويطعمها بالمقابل، لكنهم يدركون أن الجميع يراقبهم. نلتقي بفارسة تدعى تشيلي لا تستطيع أن تصدق أنها أنقذت بواسطة ساحر. تتذكر أنهم كانوا يطاردون مجموعة من السحرة الذين كانوا يهاجمون النساء الشابات. وفي طريق عودتها إلى المنزل تعرضت فجأة لهجوم من أحد فرسان الملائكة. أدركت أنه كان أحد لصوص الوجوه، لكن زاجان ظهر فجأة لإنقاذها، ولاحظت أنه يبدو وحيدا. يقترب منها كاهن وتخبره أن العملية فشلت حيث فقدوا 4 من فرسان الملائكة، لكنه يطلب منها عدم لوم نفسها، مذكرا إياها بأنها تمكنت من الانتقام لإخوتها. يعتقد أن المشكلة لم تنته بعد، قائلا إنزان مسؤول عن عمليات الاختطاف. لا تستطيع تصديق ذلك، معتقدة أنه لا بد من وجود خطأ، لكن الكاهن يذكرها أن جميع السحرة أشرار، لذا يجب محاكمة زان حتى لو لم يكن مذنبا. تتطوع للتعامل معه، ويسعد الكاهن لسماع ذلك،
مسميا إياها قائدة فرسان الملائكة. نرى زان كطفل يتعرض للتعذيب على يد ساحر ينشئ دائرة سحرية، لكن زان ينسخها. يستيقظ من حلمه لتخبره نيفاي أن الإفطار جاهز، ويتذكر أن يقول لها صباح الخير. يدرك أنها حولت غرفة الطعام، ويتذكر أنها كانت تشبه المقبرة. يتساءل عما إذا كانت اشترت الخبز، لكنها تشرح أنها صنعته من الصفر، فيشيد بها وتبدو سعيدة. يطلب منها الانضمام إليه، لكنها تشرح أنها نسيت صنع كمية كافية لكليهما ولا تملك كرسياً. يقترح الجلوس في حضنه، لكنه يشعر بالإحراج، وهي تحمر خجلاً، لكنها تطيع الطلب ولا يصدق أن هذا يحدث بالفعل. يشاركها الخبز، لكنها تعتقد أنه يكون لئيماً لأنه أمر محرج. بعد أيام، نرى زان يقرأ الكتب، ونيفاي تسأله عما يدرسه، فيشرح لها أنه السحر. لا تفهم معنى الدوائر، فيتساءل عما إذا كان السحر الإلفي مختلفاً، لكنها تشرح أنها لا تستطيع استخدام السحر. فيجد الأمر غريباً لأنها تمتلك الكثير من المنى. يوضح أن كل رمز يحمل قوة، ولا يزال هناك جدل حول معاني الرموز، لكنها تستخدم في تخطيط السحر. الدائرة السحرية. يوجه المانا إلى الدائرة، فيخلق شرارات كهربائية، ويذكر أنه يمكنه أيضاً إضافة رموز لزيادة قوة التعويذة، ويعرض ذلك باستدعاء صاعقة. يكشف أن أي شخص يمكنه توجيه المانا وتنشيط الدائرة، لذا يضعون قيوداً لمنع ساحر آخر من سرقتها. وتعرف هذه الدوائر باسم الدوائر السحرية. تتساءل عما إذا كان يمكنها صنع دوائر داخل دائرة، فيعترف بأنها فكرة مثيرة للاهتمام، لكن القيام بذلك يتطلب دائرة سحرية ثانية داخل الأولى، وقيام بذلك سيعطل تدفق المانا، لذا يتطلب تحكماً مثالياً في التدفق لجعلها تعمل. سيمكن ذلك من تجاوز سحر شخص آخر، مما يعني أن الشخص سيكون قادراً على صد أي هجوم سحري، مما ينتج عنه أقوى أنواع السحر. لكن زان يشرح أن كل هذا نظري تقريباً، لأنه من المستحيل تقريباً القيام به. تفهم نيفاي وتسأله عما إذا كان يمكن لأي شخص استخدام السحر إذا عرف كيف يعمل. يعجب زان بها، ويذكر أنها محقة، قائلاً إن المعرفة مرتبطة مباشرة بالقوة والسحر. يكشف أنه وضع فخاخاً في القلعة لمنع سرقة المعرفة، لذا يجب أن تكون حذرة لعدم لمس أي شيء. فتشعر بالقلق، لكنه يوضح أنه كان يمزح فقط، لأن الفخاخ تفعل فقط عند الغزاة. تسأله لماذا يريد الكثير من القوة، لذا يخبرها بأنه يحتاج إلى القوة ليبقى على قيد الحياة. يوضح أنه كان فقيراً عندما كان طفلاً، وفي يوم من الأيام تم أسره بواسطة ساحر حاول التضحية به، لكنه استطاع عكس التعويذة، وتعلم أنه يجب أن يكون قوياً ليبقى على قيد الحياة. تبدأ نيفاي بالتفكير بأنها ضعيفة، لذا يحاول تهدئتها، لكنه يشعر فجأة بوجود أشخاص يغزون منطقته، فيخبرها بتحضير العشاء بينما يذهب للتعامل مع الزوار. تقترب تشاستل من القلعة مع فرسانها، ويشعرون وكأنهم يدورون في دوائر، فتعتقد أن ذلك بسبب حاجز حماية. تقرر التعامل معه وتسحب سيفها لكسر الحاجز حول القلعة، لكن زان يظهر لتحديهم. يتعرف على السيف المقدس، ويعرف أنه واحد من 12 سيفاً الذين هزموا سيد الشياطين، لكنه يتساءل لماذا تحمل فتاة صغيرة هذا السيف، ويدرك أنها تبدو مألوفة. يتذكرها ويندم على تركها، تذهب لأنها تبدو واحدة من فرسان الملائكة، ويشن الهجوم الأول، لكن فارساً يحميها. يهاجم الفارس زان، لكنه يكسر درعه ويرسله طائراً. يهاجم فارس آخر، لكن زان يكسر سيفه بسهولة ويطرحه أرضاً قبل أن يدوس على وجهه. تستعد تشاستل للقتال، لكن زان يحذرها من أنه يستطيع سحق رأس الرجل أسرع مما يمكنها سحب سيفها. يوضح أنه يفضل إبقاءهم أحياء، لأنه يريدهم أن يخبروا الكنيسة بما حدث حتى يخافه الجميع، لكنها تعتقد أنه يكذب. نعلم أن زان لا يريد قتلهم، لأنه لا يريد تخويف نيفاي بجثثهم. تشاستل مصممة على قتله، فينشئ دائرة، لكنها تضربها فتتحطم. ما زال يعتقد أنها ضعيفة، ويواصل تفادي هجماتها. تصفه بالجبان، لكنه يشرح أنه لا يحب ضرب النساء، ونكتشف أنها تذكره بنيفاي. تذكر أن السحر شرير، وتعتقد أنه يسبب المعاناة للناس، لكنه يعتقد أنها منافقة لمهاجمتها شخصاً لم يفعل شيئاً. تهاجمه، فيلتقط سيفها بدائرة، لكنها ترفعه عن الأرض وتلقيه بعيداً. يدرك أنها كانت تكبح قوتها، وأن السيف المقدس يتداخل مع شفائه. تضرب بسيفها فيمسكه، لكنها تخبره فجأة بأن يتظاهر بالموت. تشرح أنه إذا هزمت سيظهر فارس أقوى، لذا يحتاج إلى التظاهر بالموت والتخلي عن السحر. يتساءل لماذا تقول فارس ملائكية هذا، فتشرح له أنها تراه شخصاً عطوفاً، لأنها تعرف أنه أنقذ حياتها. يدرك أنها تخاطر بمخالفة الكنيسة بمساعدته، لكنه لا يستطيع ترك نيفاي وحدها.
تخرج نيفاي فجأة من القلعة فيصرخ عليها لتعود، لكن فارسا يلقي رمحه عليها فيقف في وجهه ويتلقى الضربة عنها. يخبرها بالهرب، لكنه يشعر فجأة بشيء حيث تبدأ الأشجار بالارتعاش ونيفاي تبدأ في التحكم بها. تتمكن من محاصرة الفارس، لكن زان يوقفها ونرى أن الجميع خائف من قوتها. في تلك الليلة يتذكر زان كيف هرب الفرسان ويسأل نيفاي لماذا قالت إنها لا تستخدم السحر، فتشرح له أنها لم تستخدم السحر وتتعجب إذا كان يجدها مقلقة. يشرح لها أنه لا يجدها كذلك، لكنه يكشف أنه لم يرى هذه القوة من قبل ويعترف بأنه فضولي، فتخبره أن القوة تدعى التصوف. يتذكر سماع ذلك ويعلم أنها قوة لا تتماشى مع المنطق مثل السحر، وتسمح للمستخدم بالوصول إلى قوى تتجاوز القوانين الطبيعية بمجرد التمني. يتساءل إذا كان جميع الإلف يمكنهم استخدام هذه القوة، لكنها تشرح أنها بسبب أنها طفلة ذات شعر أبيض ملعون. نعلم أن الجميع في قريتها كانوا يحتقرونها لأن الأطفال ذوي الشعر الأبيض لا يجب أن يولدوا، لكن في يوم من الأيام تعرضوا لهجوم فطلبوا منها استخدام قواها لمساعدتهم كمكافأة على السماح لها بالعيش. شعرت بالدمار فاستسلمت دون مقاومة، بينما هرب الآخرون وانتهى بهم الأمر جميعا موتى. تشرح أنها شعرت بالرضا واعتقدت أنهم جميعا يستحقون ذلك لأنهم جعلوها تعاني. تعتذر معتقدة أن زان يشعر بخيبة أمل منها، لكنه يعترف بأنه كان سيقتل القرية بأكملها مع المهاجمين. تعتقد أن الناس في قريتها لن يغفروا لها أبدا، لكنه يذكرها بأنهم قد ماتوا بالفعل، قائلا إن ذلك لا يهم. يوضح أن الذين يملكون القوة يجب أن يعيشوا حياتهم بقوة، وعدم القيام بذلك هو إهانة للذين ماتوا. يعتقد أنه ليس هناك خطأ في الرغبة في القوة ويشجعها على السعي للمزيد من القوة. يخبرها أن الناس وصفوه بالشرير، ويتذكر عندما أنقذ فتاة من اللصوص ونصحها بأن تصبح أقوى لتبقى على قيد الحياة، لكن الفتاة أخبرته أن الضعفاء أيضا لهم حق في العيش. يعتقد أن الفتاة انتهى بها الأمر ضعيفة لأنها لم تستخدم قوتها لأي شيء، لذا على عكسها قرر السعي للقوة بأي ثمن. يذهب إلى نيفاي ويخبرها بأنه يحتاجها، لكنها تتساءل إذا كانت لديها الإذن للاستمرار في العيش هناك، فيؤكد لها ذلك قائلا إنه لا يستطيع تخيل العيش بدونها. فتبدأ في البكاء وتعتذر عن كونها عاطفية جدا، ويلاحظ أنها تحدثت كثيرا لأول مرة. تغير الموضوع وتسأله إذا كانت يداه لا تزال تؤلمانه، لكنه يدرك أن الألم اختفى وأن يداه قد شفيتا، معتقدا أن ذلك حدث عندما لمسها. يبدو مندهشا ويشكرها على شفائه، فتندهش لأنها أول مرة يشكرها. يعتذر عن عدم فعل ذلك من قبل، لكنها تخبره أنه لا بأس لأنها تعتبره سيدها. يذهبون للنوم، لكن نيفاي تطلب من زان إذا كان بإمكانهم النوم معا، لكنه ليس متأكدا كيف يرد، متسائلا إذا كانت تفهم ما قالته للتو. تشرح أنه لا يوجد سوى سرير واحد في القلعة، وبما أنه ينام فقط على كرسي فإنها تريد أن تترك السرير له. يدرك أنها تريد فقط أن ينام جيدا فيشكرها على اهتمامها، لكنه يقرر البقاء في مكانه لأن ذلك هو المكان الذي يقع فيه نقطة التحكم في حواجزه، لذا من المهم له البقاء في تلك الغرفة. تعرض عليه حضنها ليضع رأسه عليه ويرى حماسها فيقبل، لكنه يشعر بالإحراج لأنه لا يستطيع رؤية وجهها. يتساءل لماذا تتصرف بشكل مختلف، فتشرح أنه سمح لها بالبقاء بعد معرفة تصوفها وهي تحاول فقط إظهار الامتنان، لكنه يصر على أنها لا تحتاج إلى شكره قائلا إنها تقوم بعمل جيد دائما. يسألها إذا كانت تريد تعلم السحر، وأضاف قائلا إنه يعرف أنها لا تزال لا تستطيع التحكم به، لكنه سيعطيها مهارات أساسية للدفاع عن نفسها. تتردد، لكنه يعتقد أنها يمكن أن تتفوق عليه، فتقرر قبول العرض راغبة في أن تكون أكثر فائدة له. يقرر أخذها كمتدربة له، ويلاحظ أنه لم يتخيل أبدا أن يثق بمعرفته لشخص آخر. تتذكر القصة التي أخبرها عن الفتاة وكيف لم يفهم شعور الضعفاء، لكنها تدرك أنه رغم كلماته القاسية بدا حزينا عند قولها. تعانقه وتخبره أنه ليس شخصا سيئا. في اليوم التالي يزور باربادوس زان متسائلا كيف نجا بعد مواجهته لفرسان الملائكة لأنهم كان لديهم سيف مقدس. يتساءل باربادوس إذا كانت حاملة السيف المقدس ضعيفة، لكن زان ينكر ذلك قائلا إنها كانت قوية بما يكفي لتدمير الحواجز حول القلعة. تظهر نيفاي فجأة لتقديم الشاي، وباربادوس يتفاجأ لرؤيتها، متسائلا إذا كان زان يخطط لاستخدامها كضحية أو إبقائها حية لخدمته، لكنه يصحح له قائلا إنها في الواقع متدربته. باربادوس لا يفهم، معتقدا أنه يستخدمها لتعزيز سحره.
يعتقد باربادوس أنه طرد فرسان الملائكة بسحر نيفاي، قائلا إن ذلك يفسر الفوضى في الفناء. يتساءل إذا كان زان يريد أن يصبح شيطانا كبيرا، لكنه يريد المفتاح فقط، رغم أنه يعترف بأنه بسلطة الشيطان الكبير سيكون هناك عدد أقل من الناس الذين سيلاحقون نيفاي، لكنه يعرف أن احتمالات اختياره تكاد تكون صفرا، لأنه كان ساحرا لمدة عقد فقط، بينما الآخرين كانوا يفعلون ذلك لقرون. لكنه لا يزال يفكر في تأمين المنصب في المستقبل. ويشكر زان نيفي على الشاي، فيسأله باربادوس إذا كان قد تعلق بها، لكنه يوضح أنه ليس هناك شيء غريب في قيمته لتلميذته الخاصة. يعتبر باربادوس أنه لا يزال زان بشريا جدا ويقرر المغادرة. تسأله نيفي إذا كان باربادوس صديقه، لكنه ينكر ذلك، ونتعلم أنه لا يحب أن يكون بالقرب منه. يقرر زان إصلاح الحواجز التي تضررت بفعل الفرسان الذين جاءوا ليعلمها أساسيات الدوائر السحرية. تجتهد نيفي في الدروس، ويدرك زان أن وجود شخص معه أكثر لطفاً مما كان يتوقع. تصبح نيفي أكثر راحة بوجوده، ولكنها لا تزال تكافح للسيطرة على غموضها. يكشف زان أنها الآن قادرة على استخدام التعويذات المتوسطة، ولكنه يعتقد أن الطوق لا يزال مشكلة. بعد شهر من بدء عيشهما معاً، يقطع طائر ذو رأسين حاجزه، ويسلم رسالة تذكره بأن 12 أرشيف شياطين ينادون به. يسافر زان إلى بلدة كايدس، حيث توجد الأنقاض السفلية المستخدمة سابقاً من قبل الشيطان الأرشيف السابق ماروسا. يجد 12 شيطاناً أرشيفاً ينتظرونه ويعلقون على أن زان لا يزال طفلاً، قائلين له إنه سيكون أصغر ساحر تم اختياره على الإطلاق. يشعر زان بالضغط بسبب قوتهم الكبيرة من المانا، ويقول إنه سيترك إذا كان داعي فقط ليعرض عليهم. يكشفون أنه تم اختياره ليكون الشيطان الأرشيف الثالث عشر، ويبقى مندهشا من ذلك. يظهرون له شعار ماروسا القديم الذي يمتلكه الآن، ويشعر بكمية المانا الهائلة القادمة من الشعار، ويفهم لماذا لا يمكن للسحرة العاديين أن يقفوا أمام شياطين الأرشيف. ولكنه يتساءل لماذا اختاروه على الرغم من وجود مرشحين أقوى. فيعترفون بأن قوته تعتبر ضئيلة، لكن لا يوجد ساحر في العالم قادر على قتله. يقولون له إنه كان قادراً على ديروتار لاعب سحري قوي يدعى أندريس في سن الثامنة من عمره، من خلال ملاحظة التعويذة الخاصة به وإضافة قيمة إضافية إليها. يعترفون بأنه قادر على إنشاء سحر فريد تماماً، ويدرك زان أنهم يعرفون بالفعل سلاحه السري. يشرح أرجون أن مهارات زان تجعل السحرة الآخرين يستسلمون سحرهم له، ويقولون له أن لديهم توقعات كبيرة لمستقبله. يذكر زان أنه إذا كان ما يقولونه صحيحاً فيمكنه أن يأخذ كل شيء منهم، لكنهم يضحكون عليه فقط. تشير سيدة باللون الأبيض إلى أنهم يمكنهم أن يأخذوا المزيد منه بالفعل. يذكر أن غضب شيطان الأرشيف هو تدمير بحت، وأنه سيدخل عالماً مظلماً حيث ستدمر ذكرياته وجوهره. يعرف زان بالفعل هذا، ويدرك أن المصير النهائي لساحر هو أن يصبح شيطان الأرشيف أو يموت في النسيان. لكنه يتساءل إذا كان لديه الحق في جعل نيفي جزءاً من هذا، فيعلن أن لديه شرطاً قبل أن ينضم إليهم. يستمعون إلى طلبه ويوافقون عليه، فيوافق على أن يصبح شيطان الأرشيف. يعود إلى القلعة، وتلاحظ نيفي أنه أصبح مختلفاً قليلاً، فيكشف لها أنه أصبح شيطان الأرشيف، ويقول لها إنه استولى على أصول ماريوسا، بما في ذلك مفتاح طوقها. يستخدمه لتحريرها فجأة، يعلن أنها ليس لها أي استخدامات أخرى ويطردها. هذا يتركها في حالة صدمة. تنتهي نيفي على الشوارع بلا هدف وحائرة، وتقرر العودة إلى القلعة، ولكن ترى طوقها على الأرض، مدركة أن معلمها قد هجرها حقا. تبدأ في تذكر الأوقات التي قضتها معا، وتدرك أنه كذب عليها عندما قال إنها ستظل بجانبه. تراها تشاسال تنوح، تسألها إذا كانت بخير، وتعرفها كرفيقة لزين. تطلب منها نيفي أن تنهي حياتها، لكنها ترفض. تذكر نيفي وترى طوقها على الأرض، مدركة أن معلمها قد هجرها حقا. تبدأ في تذكر الأوقات التي قضتها معا، وتدرك أنه كذب عليها عندما قال إنها ستظل بجانبه. تذكر نيفي واجبها في القضاء على السحرة، وتكشف عن كونها تلميذة زان. يراها القرويون ويظنون أن نيفي تتعرض للتنمر، فيتدخل مانويل ويقول لتشاسال أن ينبغي عليها أن تخجل من نفسها. يدين الجميع سلوك تشاسال، ويعتبرونها فارسة ملاك ويريدون طردها، لكن نيفي تدافع عنها وتقول لهم إنهم فهموا الأمور بشكل خاطئ. يتوجهون إلى حانة، حيث توضح تشاسال نفسها، لكن مانويل لا يصدقها. فتذكر نيفي أن تشاسال لم تؤذيها أبدا.
تشرح أن تشاسال لم تكن الفارسة التي أذت لزان، وتفكر في رفيقها تورس الذي أصبح الآن خائفا من النباتات بسبب نيفي استخدمت شجرة لفخه. تقدم النادل الطعام لنيفي، ويشرح مانويل أنها ستدفع ثمنه، لكن نيفي تبدأ في البكاء فجأة لأنها كانت تطبخ هذا الطبق من أجل معلمها. تشرح أن زان هجرها وأنها لا تفهم لماذا فعل ذلك، فيسألها مانويل عن ماذا حدث قبل أن يطردها. تتذكر أنه تماما بعد أن أصبح شيطان الأرشيف، وتسألهم عن اللقب، فيخبرها مانويل عن ماروسا وكيف كان يحافظ على السلام في البلدة. تشرح أن الفتيات الصغيرات تم اختطافهن بعد وفاته، وأن الكنيسة ألقت القبض على الخاطفين. تتساءل نيفي عن سبب كراهية القرويين للكنيسة، فيشرحون أن الجميع يعتقدون أنهم فاسدون لأنهم يطلبون مبلغاً لا يصدق من المال كتبرعات. تشعر تشاسال بالخجل، لكن نيفي تعتقد أن القرويين لا يجب أن يلوموها لأنها لم تكن التي طلبت المال. تدرك أن نيفي شخص رائع، وتكشف عن أن الفرسان الملاك أنشئوا لهزيمة شياطين الأرشيف، وتم تزويدهم بالسيوف المقدسة لهذا الغرض، ولكن لا توجد سوى 12 منها في الوجود. تعتقد أن الفرسان لن يتمكنوا من هزيمة شياطين الأرشيف 13. تضيف أن شياطين الأرشيف الجدد عادة ما يستهدفهم الكنيسة لهزيمتهم قبل أن يتمكنوا من جمع قوتهم. تدرك نيفي أن زان تركها للحفاظ على سلامتها. تسأل تشاسال إذا كانت تعتقد أنه وراء الاختطافات، لكنها تنفي هذا، وتعلم أنه ليس مهتما بالأشخاص الضعفاء. توافق تشاسال معها، وتذكر أنه بدا وحيدا، فيدرك نيفي أنه يحتاج إليها. تقرر العودة إليه لأنها ترغب في دعمه، وتقرر تشاسال تبرئة اسمه لأن هناك ساحرا يحاول إيقافه. تطلب مانويل من نيفي أن تزورها إذا احتاجت إلى مساعدة، لكنها تتساءل لماذا تتكلم مانويل معها بلطف. تشرح أنه بسبب صداقتهم، وتكشف نيفي أنها لم تكن لديها أصدقاء من قبل، فيسعد مانويل بأن تكون الأولى. يظهر فجأة رفاق تشاسال، لكن تورس يفزع عندما يدرك أن نيفي معها. تحيط بهم طاقة داكنة فجأة، فيطير منوال ويدعي صوتا يقول إن هذا عمل زان، يأمر الفرسان بإنقاذ الفتيات في قلعته. يقرر الفرسان مهاجمة زان، لكنهم يقعون في فخه ويوبخهم لاهتمامهم. يتذكر أنه وضع الفخ مع نيفي، ونتعلم أنه يريد الابتعاد عنها لأنه يحاول حمايتها، فيستعد للمغادرة، لكن الفارس يوقفه ويطلب منه أن يدع حفظ تشاسال لأنها تحاول تبرئة اسمها. تصل مينث فجأة وتبدأ في الجدل مع الفارس، معتبرة أن زان بريء. تخبره أن نيفي وتشاسال قد تم اختطافهما، ولا يصدق هذا، يحدد أنها قد فشلت. تتوسل إليها منيث أن ينقذهم، ولكنه يفكر في العواقب، علما بأن الكنيسة ستطارد نيفي إذا كشفوا أنها تلميذته. لكن مانويلا تخبره أنها أرادت البقاء معه، وأنه كسر قلبها بأمرها بالمغادرة، فيدرك أنه أخطأ. يعترف بأنه كان أنانيا، ويظن أنه مثل باقي السحرة، ويعد بإنقاذ نيفي. يخلق دائرة سحرية ويقول إنه على وشك المغادرة، ولكن الجميع يرغبون في الانضمام إليه، فهو يسمح لهم بالمشاركة. يشرح أنه يعرف من هو خاطفها، معتبرا أنه ساحر أيضا، وينشط الدائرة السحرية. ننتقل إلى نيفي، وهي تدرك أن القيود تسد سحرها، وتفكر في استخدام التصوف، لكنها تلاحظ عدم وجود نباتات في المنطقة. نعرف أن بربادوس هو الخاطف، ولكنها تتساءل لماذا يفعل ذلك، لأنها اعتقدت أنه صديق زان. فيقول بربادوس أن السحرة ليس لديهم أصدقاء، ويكشف أنه كان تلميذا لأندريس، لكنه ليس يسعى للانتقام، بل كان يريد أن يقتل أندريس بنفسه. يظهر أنه غيور لأن زان استولى على كل شيء من أندريس، معتبرا أنه كان من المفترض أن تكون تلك الأشياء له. حاول استخدام الكنيسة لقتل زان، وتدرك شاست أنه هو من وراء عمليات الاختطاف. يشرح أن سارق الوجوه بدأ عملية التضحية، وأنه كان بحاجة فقط لفتيات لتنفيذ طقوس كبيرة ستقنع أرشيمونستر بأنه يستحق أن يكون واحدا منهم. يذكر أن نيفي ستكون تضحية ممتازة لأن لديها كمية هائلة من الطاقة، ولكنها تشرح أنه لا يمكنه أن يصبح ساحرا رئيسيا لأن زان احتل المكان الشاغر بالفعل. فتصاب بالإحباط لأنها تعتبر أن زان يأخذ كل شيء منه. يجرها إلى دائرة سحرية يخطط لإتمام الطقوس بها، لأنه يظن أنه لا يزال يمكنه أن يحصل على اللقب من زان. تخبره شاست بأن يضحي بها بدلاً من نيفي، لكنه يرفض قائلاً إن نيفي أفضل أداة للتضحية. عند سماعها لهذا تدرك أن الجميع استخدموها، وأن زان كان الوحيد الذي عاملها بالاحترام، فتحاول المقاومة لأنها ترغب في أن تتمكن من الالتقاء به، ولكن بربادوس يغلب عليها ويهددها بالهجوم.
يصل زان فجأة معلنا أنه سينقذ تلميذته. يعلم أن بربادوس كان يدبر ضده، معتبرا أن الشكوك بدأت عندما رأى سارق الوجوه في أراضيه، وكان يعلم أن سارق الوجوه ضعيف للغاية ليتجاوز حاجزه. عندما شك في بربادوس لأنه كان يتسلل إلى أراضيه بشكل متكرر، تساءل بربادوس لماذا كان يتظاهر بالغباء، فشرح له أنه يريد فهم سبب تصرفات بربادوس، لكنه أدرك أن نيفي قد أصيبت، فاندفع باتجاهه وهاجمه مستهدفا أطرافه. حرر زان نيفي سائلا عن حالتها، لكنها أوضحت أنها كانت تقلق عليه لأنها تعرف أنه وحيد وترغب في أن تكون بجانبه. عاد بربادوس للوقوف مرة أخرى وبدأ بنحت العجائب، لكن الدوائر السحرية اختفت فجأة، فتساءل نيفي عن الأمر. كشف زان أنه يعرف خدعة تسمح له بتجاوز السحر، قائلا إنه يمكنه إلغاء التعويذات عبر نسخ الدوائر السحرية. ظن بربادوس أنه ورث هذه القوة من أندريس، لكنه نفى ذلك، قائلا إنه تعلمها عندما حاول أندريس قتله. شرح أنه بعد أسره رأى أندريس يستخدم دائرة سحرية، فاستخدم دمه لرسمها على يده، وحاول الهروب، لكن أندريس أمسك به، فحاول استخدام السحر. لكن زان تمكن من مواجهة التأثير بطريقة عرضية بالخطأ. أنشأ بربادوس عددا لا حصر له من الدوائر السحرية، لكن زان دمرها جميعا، فأصيب بدهشة. يتساءل كيف استطاع زان مواجهة التعويذات التي لم يرها من قبل، لكنه قال لبربادوس إن التعويذات أساسية، مكشفا أنه قضى سنوات تعلم كيفية تحسين السحر. خلال تلك الفترة ظل زان في القلعة وزاره بربادوس بشكل منتظم، يدعوه لقضاء وقت ممتع معا، لكن بربادوس شرح أنه كان يرغب فقط في التجسس على زان. شرح أنه يمكن تحويل الدوائر السحرية إلى سحر تعزيز، كاشفا أنه اكتسب لقبا بعد أن أصبح أرشيمونستر، وتعلمنا أنه يعرف الآن باسم قاتل السحرة. أطلق شعاع طاقة قويا أصاب بربادوس مما جعله ينهار، وأدرك أنه ليس لديه فرصة، فاعترف بالهزيمة وبدأ يتوسل بحياته. اقترب زان منه، فظن بربادوس أنه سيموت، مذكرا إياه بأنهم أصدقاء، لكنه شرح له أن السحرة لا يحتاجون لأصدقاء، وشحن قبضته استعدادا لتوجيه الضربة القاضية. لكن رأيناه يعفو عن بربادوس وأخبره أنه كان يمازحه، طالبا من بربادوس أن يشتري له شرابا. أصيب بربادوس بالاستياء لأن زان أظهر له الرحمة، فوعد بالانتقام، ولكن لم يكن زان يهمه ذلك طالما حصل على شراب مجاني. اعتبر بربادوس أنه مجنون، لكنه شرح له أنه سيفعل ما يشاء لأنه يحتاج إلى السيطرة على العالم لتوفير حياة جيدة لنيفي. فجأة تنشط دوائر بربادوس السحرية، فسأله زان عما يفعل، لكنه شرح له أنه لم يفعل شيئا، فأدرك زان أنه تنشطت عندما ضرب الأرض. ظهرت طاقة داكنة معه يشعر بوجود غريب، وشرح بربادوس أنه كان يعتزم استدعاء شيطان حقيقي. تعلمنا أن الشياطين كانوا يجوبون العالم في العصور القديمة، لكنهم اختفوا فجأة، وليس هناك دليل على وجودهم أبدا، لكن هناك شائعات تفيد بأنهم ابتكروا الرموز المستخدمة في السحر. توقف الجميع خائفين حين اكتسى الشيطان شكله، واعترف زان بأنه بظهوره كظل. يتساءل كيف تم استدعاؤه بدون تضحية، لكنه نظر إليه وشعر بضغط سحري شديد، فأدرك أنهم لا يملكون أي فرصة ضده، لأن الشياطين أقوى بكثير من البشر. لكنه فجأة انحنى له معترفا به كسيده، فأدرك أن ذلك بسبب شارة الأرشيمونستر عليه، لذا أمره بالمغادرة، فعاد إلى دائرة السحر. لكن بعد اختفائه بدأت الكهوف تنهار فجأة. حمل زان الفتيات بعيدا وتمسك بربادوس به، حيث أخرجهم من المخرج الذي كان على وشك أن يغلق بواسطة الصخور المتساقطة. لكن يصل أصدقاء شازال لمساعدتهم على الهروب، يؤكدون أن إنقاذها هو أولويتهم، وأنه كان مجرد صدفة أنهم كانوا برفقتها عندما انهارت الكهوف. يقررون المغادرة، وتشكر مانويلا زان على إنقاذها، لكنها تنصحه بأن يتصالح مع نيفي قبل أن تطير بعيدا. يسأل زان بربادوس إذا كان يرغب في مواصلة القتال، لكنه يعلم أنه لا يمتلك أي فرصة، فيقرر شراء الخمور لإصلاح الأمور، ثم ينتقل بالانتقال الفوري. تقول نيفي لزان إنها ترغب في البقاء معه، لكنه يشرح أن هناك حاجة إلى تغيير شيء ما، ويطلب منها التوقف عن تسميته سيدها، ويحاول أن يخبرها بأنه يحبها، لكنه يدرك أنه لا يستطيع، فقط يخبرها أنه يريد أن يكون معها حتى آخر يوم في حياته، مما يجعلها سعيدة. تظهر له عنقها قائلة إنها ترغب في الاحتفاظ بالقلادة لأنها تذكرها بلحظة لقائهما الأولى، فهو يضعها حول رقبتها يعتبرها كخاتم خطوبة. تسأله عن طبيعة علاقتهما لأنها لم تعد تكون سيدته، مما يجعله يشعر بالتوتر،
لأنه لا يعرف كيف يجب أن يجيب على هذا السؤال. نرى القرويين يتحدثون عن زان معترفين به كآرشي مونستر الجديد، ويسمع الساحر كماري هذه الأحاديث. يسأل الساحر جري إذا كانت على ما يرام بذلك، لأنه كان يتوقع أن يختار هو ليكون آرشي مونستر الجديد، لكنها لا تبدو تهتم، قائلة له إن الأمور على وشك التغيير في الكنيسة. يعتقل الكاهن شاستيل لرفضها مطاردة زان على الرغم من أنها أنقذت حياتها مرتين. تشرح أن زان بريء. الكاهن يوبخ شاستيل لرفضها مطاردة زان على الرغم من أنها أنقذت حياتها مرتين. توضح أن زان بريء وأنه كان يحاول حمايتها ونيفي. يناقش الكاهن أن زان لا يمكن الثقة فيه وأنه يجب أن يتم القبض عليه، لكن شاستيل تصر على براءته وتعتبرها غير عادلة. تحاول أن تتصدى للكاهن، لكنها تعرف أنها لا تستطيع أن تفعل شيئا وتحكم عليها السلطات. لكن الكاهن يخبرها بأنها تتعارض مع الكنيسة بدفاعها عن ساحر، ويقرر إزاحتها عن منصبها. يحاول رفاقها الدفاع عنها ويطلبون منه أن يعيد النظر في قراره، لكنها توقفهم وتفكر في زان وترغب في أن تكون مثله، لأنه يقاتل دائما من أجل ما يؤمن به. فقررت شاستيل تسليم سيفها المقدس لأنها كانت ترغب في استخدامه لحماية الناس، وتدرك أن الكنيسة قد جعلتها كلبة. وفي حوز الكاهن يطمئنها بأن عقوبتها مؤقتة فقط، لأن السيف المقدس اختارها كحامل له، ويطلب منها أن تكون صبورة، ولكنه يحذرها بأنه لا يمكنه أن يمنحها حماية محدودة فقط. ويكشف لها أن أشهر حامل للسيف المقدس رافائيل في طريقه إلى البلدة، فتصبح خائفة معتقدة أنه سيعاقبها. نرى زان في مكتبته يفكر في شعار الشيطان ويتساءل كيف كان قادرا على السيطرة على الظل، ثم يتصفح كتب ماريو، لكنه لا يجد الإجابات التي يبحث عنها. تقترب ني منه وتدرك أنه يعمل بجد على بحوثه، وتخبره أنه حان وقت الغداء، وتقدم له الطعام ويسأله عن مصدر الوصفة الجديدة التي تعلمها، فتكشف له أن مانويل علمها الطبخ. يتذوقان الطعام ويدركان أنه لذيذ، ثم تريه الني البودنج الذي أعدته، فيجربه ولا يصدق كيفية حلاوته. يقطع شخص ما ختمه ويدرك أن لديهم زائر، لكنه يقرر أن يهدأ حين يدخل ساحر غامض إلى غرفته. يتعرف على الساحر باسم فور، عارفا بأنه كان مرشحا أيضا ليكون شيطانا، ويكشف عن رغبته في سرقة قوى زان. يطلب زان منه الانتظار لأنه لا يزال يتناول طعامه، قائلا إنه لا يريد أن يضيع الطعام. يستخدم فور ذراعه للهجوم، ويتمكن زان من الدفاع عن نفسه، لكنه يلاحظ أن فور لا يستخدم السحر. يستعد فور للانفجار ضد زان، لكنه يصبح غاضبا فيدفعه للوراء مما يسقطه، لكن يتم إزالة رأسه. وتدرك نيفي أن فور هي فتاة، فيشعر زان بالذنب لأنه جرح فتاة، لكن نيفي تخبره أن فور لا تزال على قيد الحياة، فيقرران الاعتناء بها حتى تستفيق. يأخذانها إلى غرفة الضيوف حيث تستعيد وعيها، لكنها تسأل زان لماذا أنقذ حياتها، لأنها كانت تخطط لقتله. فيشرح لها أن نيفي أنقذتها، قائلا إنه كان سيقتلها لو لم تمنعه نيفي، ويسألها لماذا هاجمته، فتشرح أنها أرادت سرقة قواه، وهي تعلم أنه أحدث شيطان أرش ومعروف بلقب قاتل السحرة، لذا اعتقدت أنها يمكنها هزيمته إذا لم تستخدم السحر. يعلم أنها استخدمت قدراتها العرقية ووصفها بأنها تنين، لكنه يدرك أنها مجرد طفلة، ويتذكر أنه كان يتعرض لمشاكل بسبب سرقة الطعام. لذا يقرر معاقبتها ويطلب منها مساعدة نيفي لمدة أسبوع، لأنه يريد تعليمها كيف تتصرف. لكنها تسأله إذا كان سيأكلها، لأن البشر يستهلكون الأسحار لكسب طاقة لا نهائية. لكنه يعتقد أن هذا مجرد أسطورة، ويدرك أنها تخفي هويتها من الخوف من البشر. لذا يخبرها بأنه لن يأكلها أبدا، ويتذكر أنه كان دائما جائعا عندما كان طفلا، لذا يطلب من نيفي تحضير الطعام لها. يشعر فور بالحيرة، تتساءل لماذا يعتنون بها، لذا يوضح لها زان أنه يفعل ذلك من أجل الإحسان، فتصبح غاضبة معتقدة أنه ينظر إليها من منطلق الاستصغار، لكنه يطلب منها عدم إهدار الطعام. لذا تبدأ في تناول الطعام وتدرك أنه طعمه رائع للغاية. يتوجه زان إلى المكتبة ويطلب منها مساعدة نيفي عندما تنتهي، وتحذره من أنها يمكن أن تقتل نيفي إذا أرادت، لكنه يشرح لها أنها لا تملك أي فرصة لأن نيفي أقوى منها. تظهر لنا ماريو تقلقه لزان لأنه يخفي أسراراً يعتقد أنه يهتم بالشياطين الحقيقية، لكنها تفكر في العلاقة بين زان ونيفي، معتبرة إياها غريبة لأن نيفي تحدق في زان كلما كان نائماً. تتذكر فيور أنها ذات مرة تجسست عليهما وهما في المكتبة، ورأتهما يقضيان لحظة حميمة، لكنهما لاحظا وجودها فشعرا بالحرج. تزور فيور مانويلا
التي تجدها جذابة، ويشتري زان ملابس لها لأنه لا يريد لها أن ترتدي درعها في العامة. تشكره على الملابس وتتمسك به، بينما يلاحظ أنه يشعر بالغرابة، معتقداً أنه بدأ يراها كابنته. نرى شزال تفكر في قرارها بالتخلي عن سيفها، وهي سعيدة لأنها استطاعت تأخير البحث عن زان، لكنها تتساءل لماذا تفعل هذا على الرغم من علمها أنه لا يمكن أن تكون معه، لأنه يبدو أنه في علاقة مع نيفي. ترى مجموعة زان وتفاجأ برؤية فيور معتقدة أنها ابنته. ينفي زان هذا وتساءل فيور عن شزال، لكنه يقول إنه لا يتعرف عليها، فتبدأ بالبكاء وتذكر نيفي إياه بهوية شزال قائلة إن شزال ليست بدروعها. فتسأل شزال لما هو متخف كمدنية، ويرد رفقاؤها، لكن فيور تستعد لضربهم، فيخبرها بالتوقف قائلا إن المدينة ليست مكانا جيدا لبدء قتال. يخبر الفرسان شزال أن الكاهن يبحث عنها فيرجعون إلى الكنيسة، بينما يسأل زان فيور عما تريد قتل الفرسان، فتشرح أنهم أعداء السحرة الطبيعية وأصحاب القوى الخارقة، وهو يعلم أن لديها وجهة نظر صحيحة، لكنه يحاول تجنب الصراع. تتجه مجموعة زان إلى قلعة ماريو، وتدرك فيور أن هناك رائحة مألوفة تعتقد أن التنانين كانت تعيش هناك، لذا يطلب زان منها البحث عن أي شيء متعلق بالتنانين ويدخلون القلعة. ترى فيور دائرة سحرية، وتخبر زان أنها تحتوي على نقوش تنينية، وتعتقد أنها ستسمح لهم بالوصول إلى باب خفي. تفعله بينما يلاحظ أن نيفي تبدو غيورة، لذا يداعب رأسها، بينما تخبرهم فيور أنها فتحت الباب الخفي. يتجهون إلى أعماق القلعة، ويرى مكتبة ماريو، حيث يذكر زان أنهم بحاجة إلى العثور على كتب حول شعار الشيطان الأثري. تسأل فيور إذا كان يستطيع قراءة أفكار الناس، لأنه عرف أن نيفي تريده أن يداعب رأسها، لكنه يشرح أنه يعرف كيفية قراءة إشاراتها لأنهم كانوا معا لفترة من الوقت. ترى كتابا غريبا، وتدرك أنه عن السيوف المقدسة الاثنى عشر. يقرأ زان الكتاب ويرى الكتابات على السيوف المقدسة، ويدرك أنها تشبه الرموز الموجودة على شعاره، لذلك يعتقد أن الكتاب يحتوي على الإجابات التي يبحث عنها. في الكنيسة نرى رافائيل يقترب من شاستي، عالما أنه تم إزالتها من منصبها، ويسألها عدد السحرة الذي هزمت، لكنها تخبره أنها لا ترغب في التفاخر بأعدادها، فيجدها مثيرة للاهتمام، ويدرك أن لديها شخصية قوية، لذلك يقرر قتلها. لكن الكاهن يصل مخبرا إياه بالتوقف، وهو يتعرف عليه على أنه كلوويل، ويناديه بالبيروقراطي. يعلم رافائيل أنه صادر سيف شاستل، ونتعلم أن السيف المقدس يختار حامله، لكن لا يمكن لأحد آخر استخدامه حتى يموت المختار. يهدد رافائيل بقتل شازل حتى يتمكن من أخذ سيفها، وهي تعتقد أنه مثير للشفقة، لذا يستعد لضربها مذكرا كلو أنها بلا دفاع لأنه صادر سلاحها، فيقرر إعادة سيفها معتقدا أن ذلك سيحميها، لكنها تلاحظ أن رافائيل على وشك المغادرة، مدركة أنه ساعدها في استعادة سيفها، وترى رسالة في غرفتها. ننتقل إلى حانة حيث نرى زان يشرب مع باربادوس الذي يضحك عليه لأنه قرر تبني فتاة. يسأل باربادوس عن الفتاة، وزان يكشف أنه يعرفها، فيدرك أنها ساحرة، لكنه يعلم أن هناك ساحرة واحدة فقط في المدينة وهي تكره الرجال. يعلم أن فيور اقتحمت قلعة زان، لكن يعتقد أنها رجل لأنه لم يرها بدون درعها. يذكر أنها قد تكون تنينا، ويفكر في استخدام جسدها لصنع محفزات، لذا يقرر زان الحفاظ على سرية هويتها. يخبره باربادوس أنه في ورطة لأن الكنيسة أرسلت رافائيل الذي قتل مئات السحرة، والهدف التالي هو زان، لكنه لا يصدق أن فارسا يمكن أن يكون قويا جدا. ويخبره باربادوس عن إشاعة تقول إن رافائيل أكل تنينا، لكن زان يتساءل لماذا يخبره باربادوس بهذا، مع علمه أنه يريد شيئا في المقابل. فيخبر زان أنه يريد جزءا من ممتلكات ماريو، لكن زان يرفض طلبه لأنه لا يثق به، لكنه يخبر باربادوس أنه يمكن أن يأخذ بعض الكتب. فجأة يدخل رافائيل الحانة، ويشاهد زان انعكاسا، ويسأل باربادوس كيف من المفترض أن يبدو رافائيل، فيشرح باربادوس أن رافائيل لديه ندبة كبيرة على وجهه تلقاها من التنين الذي هزمه، ويلاحظ زان أنه يقف خلفهما مباشرة. يصدم باربادوس لرؤيته ويهرب الجميع. يستعد باربادوس للقتال، لكن سحره يلغى بواسطة زان. يتساءل باربادوس كيف يمكن أن يكون هادئا جدا، لكنه يلاحظ أنه لا يشعر بأي رغبة في القتل من رافائيل، فيدعوه للانضمام إليهم. يتساءل زان عما يريد، مشيرا إلى هوايته في قتل السحرة، لكن رافائيل يلاحظ أنه فقط يطفئ الجذوات التي قد تصبح حريقا.
يسأل عن قتال زان مع شاستي، متسائلا كيف كان أداؤها ضده، فيلاحظ أنها أقوى شخص قاتله على الإطلاق. يعتقد رافائيل أن هذا يجعلها تهديدا للكنيسة، لكن زان يتساءل عما يعنيه. يذكر كيف اعترضت على مطاردة الكنيسة له، فلديهم سبب للتخلص منها. لا يصدق زان أنها حمته، ويرغب رافائيل في المغادرة. يدرك زان أن رافائيل جاء لتأكيد علاقتهما، وكان يبحث عن سبب لقتل شازل، فيخبره أن المدينة هي إقليمه، ويحذر رافائيل أنه إذا تجاوز الحدود سيتعامل معه. لكن رافائيل يضحك ويعتقد أنه شيطان أرشي مثير للاهتمام. يخبر زان باربادوس بالتحقق من حالة شازل لأنه يستطيع التنقل الفوري. يذكره باربادوس أنها أيضا فارسة ملائكية، لكنه يخبره أنه سيعطيه كتبا إضافية، فيتنقل باربادوس على الفور. يعود زان إلى القلعة ويجد نفيا في انتظاره، فيخبرها أنه كان يجب عليها الذهاب إلى الفراش، لكنها تكشف أنها فكرة فور أن تنتظره حتى يعود. لا يستطيع زان أن يصدق أنها هي من نامت، لكن نيفي تذكر أنها قضت اليوم كله في حمل كتب ماريو إلى القلعة. يلاحظ زان أن هناك الكثير من الكتب، لكن نيفي تعتقد أن فور كان سعيدا، لأنه قال لها إنها يمكن أن تبقى معه ل1000 عام، لأن التنانين لديها حياة طويلة. يفكر في التخلص من رافائيل قبل أن يحصلوا على فرصة للقاء، وتتمنى نيفي أيضا البقاء معه لمثل هذا الوقت، لكنه يلاحظ أنه من الواضح أنها ستكون هناك أيضا، وتعد بأن تكون دائما إلى جانبه. يشاركان لحظة معا وهم على وشك التقبيل، لكن باربادوس يقطع عليهم فجأة ويغضب زان. لكن باربادوس يكشف عن شازل، ويبدو أنها تم تسميمها. يطلب زان مساعدة نيفي فتسرع إليه، وتستيقظ فورا، لكنها ترى سيف شاسيل مدركة أنها فارسة ملائكية، فتحول ذراعها وتحاول الهجوم، لكن زان يوقفها. يذكر أن شاسيل هو ضيفه، لكن فور تكشف أنها أصبحت ساحرة للانتقام من الفرسان الملائكية. يتساءل زان إذا كان شاسيل قد جرحها من قبل، فتكشف أن شخصا مع سيف مقدس قتل والدها. يلاحظ زان أن هذا كان شخصا مختلفا، لذلك الانتقام من شاسيل سيكون بلا معنى، وستجعل فقط المزيد من الأعداء، مما سيجعل انتقامها أصعب في المستقبل. تتساءل فيلفور عما يعرفه عن الانتقام، فيلاحظ أن الانتقام يتعلق بجعل أهدافنا تعاني، ودفعهم إلى اليأس، وجعلهم يتوسلون للموت. تصدم نيفي وفيلفور لسماع تفسيره، وتتساءل فيلفور إذا كان قد حصل على انتقام من قبل، فيلاحظ أنه فشل، لأنه قتل الشخص في لحظة بدلاً من جعلهم يعانون، لذلك لم يشعر بتحسن عند فعل ذلك، وأخبرها ألا ترتكب نفس الخطأ، وهي تهدأ في النهاية. تستيقظ شاستا وتتساءل أين هي، ويسألها زان إذا كانت تتذكر ما حدث، فتتذكر أنها استدعيت بواسطة رسالة، والتقت بشخص غامض من فصيل المصالحة في الكنيسة الذي يؤمن بالتعايش مع السحرة، وطلب منها أن تفكر في الانضمام إليهم، وأعطاها اسم أوربوس، وقال لها أن تستدعيه إذا احتاجت إلى المساعدة يوما ما. تفكر في الانضمام وهي في طريق عودتها، لكن هذا عندما تم تسميمها بالشاي. تتساءل إذا كان رافائيل هو من سممها، لكن زان يعتقد أنه كان من السهل عليه فقط قطع رأسها. يلاحظ زان أنه بما أنها صديقة نيفي فهي مرحب بها للبقاء في القلعة، لكن في اليوم التالي نرى أنها أصبحت خادمة. وزان يلاحظ أنه قال إنها يمكن أن تبقى، لكنه لم يقل إنها ستبقى مجانا. تحدق فيور فيها وتركض بعيدا، فتتساءل إذا كانت قد أساءت إليها. يذكر زان والد فيور لمساعدتها على الفهم، فتتساءل إذا كان يجب عليها المغادرة، لكن زان يعتقد أن فيور لن تفعل شيئا أحمق. نسمع صرخات شاستيل ونرى ضفدعا على وجهها. يضحك زان عليها، ويبدو أن فيور لجأت إلى المقالب. يلاحظ أنها لا تزال طفلة، لكنها ترمي المزيد من الضفادع على شازي، مما يتسبب في سقوطها. بعد 10 أيام نرى أن فيور استمرت في مقالب شاتي، لكن حتى هي بدأت تشعر بالسوء لأن شاز مثيرة للشفقة. تعتذر نيفي عن سلوك فيور، لكن شاتيل تخبرها أنه على ما يرام. تعتقد أن الحمام رائع، وتلاحظ نيفي أنهم غالبا ما يستحمون معا. تفاجأ شاتيل عند سماع هذا، لكن نيفي كانت تتحدث عن فيور، وتشعر بالحرج عندما تدرك أن شاتيل اعتقدت أنها كانت تتحدث عن زان. يذهب زان لرؤية فيور ويطلب منها التحلي بضبط النفس مع المقالب. يسأل إذا كانت ترغب في الاستمرار في العيش معهم على الرغم من أن لديها أعمالا غير منجزة، فيخبرها أنه ونيفي سيكونان دائما في انتظارها. في لمحة من الماضي نرى فيور تبحث عن والدها، ونرى أن رافائيل هو من قتله. تستيقظ من كابوسها وتفكر في قتل أستيل، لكنها في النهاية تقرص وجهها فقط. نرى زان نائما،
لكن ناثي تدخل فجأة مسرعة إليه قائلة إن فيور غادرت،